السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صحيت من النوم متأخر واتفاجئت ان فاضل نص ساعة على الفطار وما كنتش عارفة اعمل ايه. جري واتفزعت كده ورحت قايمة جايبة كيس المكرونة، وتعالى اقول لكم عملت ايه. عملت اكلة حلة واحدة والحمد لله خلصتها في نص ساعة بالظبط على الفطار، وعملت جنبيها شوية سلطة وما بقوش مصدقين. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا ندخل. يلا بينا. اول حاجه معانا جبت حله كده كبيره وقطعت فيها بصلايه وحطيت عليها شويه كده من الزيت. قطعت البصلايه زي ما انتم شايفين اي تقطيعه كده مناسبه. كنت طبعا مستعجله وعايزه اقول لكم بصوا كنت بتشقلب كده في المطبخ. لما تكونوا مستعجلين وعايزين تعملوا كده اي حاجه عشان تثبتوا للي قدامكم ان انتوا يعني ما قصرتوش في حاجه، انا كنت كده. حطيت بقى كده البصله مع الزيت وقلبتها، وبعدين بقى نزلت كده بصدور الفراخ. ده كانوا حوالي صدرين كده، قطعتهم مكعبات، بس المكعبات كده تكون كبيره عشان ما يتهروش معايا في التسويه وفي السوا بتاع الوصفه بتاعتنا. جيت بقى هنا حطيت كده مكعب من المرق، وابتديت ان انا احط كده كمان نص معلقه من بهارات الفراخ. لو عندك تقدري تحطي، وحطيت ملح وفلفل. بس توابل سهله جدا وبسيطه، والاكله بتاعتنا بسيطه وسهله ولذيذه، وبجد طعمها كان خطير. قلبت بقى كده لحد ما الفراخ ان هي تبتدي تستوي، وحطيت عليها بقى شويه شطه كده عشان اخليها بقى سبايسي، عشان اخليهم ايه يعني ايه يكرهوا اليوم اللي سابوني ان انا انام فيه. حطيت بقى كمان كده قرن فلفل برضو حار، يبقى برضو الموضوع سبايسي، وما فتحتوش عشان يبقى حراقه كده، ما تبقاش حراقه قوي يعني. بصوا بقى، انا عندي سما كل شويه تدخل. سما يعني المدير التنفيذي بتاع المطبخ، كل شويه بقى تدخل: ماما انت بتعملي ايه؟ ماما انت هتعملي ايه؟ قلت لها بصي انا هتلحقي يا ماما؟ قلت لها اه هلحق، سيبيني شويه وانا هلحق. رحت جايبه بقى كيس المكرونه كده، المكرونه اللي هي الصغيره دي، ورحت بقى حطاها. قعدت تقولي طب انت بتعملي ايه؟ قلت لها بص انا هعمل لكم اكله سهله وسريعه وطعمها خطير، انت ليكي في الاخر ما تتكلميش. رحت بقى ضايفه عليها كده معلقتين من الصلصه كده الكبار عشان يدوها لون حلو للمكرونه بتاعتنا. وكنت بقى بغلي ميه في الكاتل عشان انزلها على المكرونه. في الوصفه دي لازم الميه بتاعتنا تكون سخنه، ويا سلام بقى لو عندك كده شوربه بتاعت فراخ، يا سلام بقى على الجمال، هتبقى تحفه جدا وخطيره. قلبتها بقى كده بالشكل ده، وبصوا بقى لونها فظيع يا جماعه. تبقى مقلباها وغطيتها، واول 5 دقايق اول ما غليت معانا ابتديت ان انا اوطي عليها النار وسبتها لمده تلت ساعه. وبعد التلت ساعه بصوا بقى، عايزه اقول لكم تعالوا يلا نغرفها. بصوا الجمال والحلاوه، وغرفتها بقى، وبصوا الجمال والحلاوه. اكله الحله الواحده المبكبكه يا جماعه. بصوا انا عملتها، بس عملتها المره دي من غير لحمه، عملتها بالفراخ. طريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه. بصوا ولادي ما بقوش مصدقين. عملت جنبيها شويه سلطه خضراء وكلناها على الفطار وبالف هنا وشفا، وطعمها طلع جامد بجد. قالوا لي سوبر ماما. ميرسي يا ولادي يا حبايبي، ربنا يخليكم ليا، بس ما تاخدوش على كده، بجد اكله حلوه جدا، جربوها يا ريت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اكله الانجاز. وعايزه اقول لكم كمان ان الاكله دي هتوفر عليكي مواعين كتير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.